صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني. النهارده جايه لكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض البطاطس بطريقه مختلفه هتعجبكم جدا. طريقه سهله وبسيطه وجميله جدا جدا جدا. طبعا كلنا بنحب البطاطس. النهارده الوصفه اللي انا هعملها كلكم تعرفوها. هنعمل البطاطس البوري، بس انا النهارده هزود فيها شويه تكات. انا متاكده ان انتوا اول مره تشوفوها بالطريقه دي. المكونات اللي احنا هنحتاجها: هحتاج هنا لبطاطس الكمية اللي انتوا عايزين تعملوها. طبعا غسلينها كويس وسلقناها وهرستها. وبعد كده كمان هحتاج لزبدة، حبهان، ملح، فلفل اسمر، جبنة موتزاريلا، جبنة كريمي، بقسماط، ولبن، وبصل، ولحمة مفرومة، والسبع بهارات، وجوز الطيب. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنا اللحمة المفرومة انا ما ضفتلهاش اي مادة دهنية، انا استكفيت بالدهون اللي هي كانت فيها، وطول ما انا واقفة انا بقلب فيها علشان خاطر عايزاها ان هي تفك، ما تبقاش قطعة يعني. بعد كده هضيف عليها التوابل. شايفين الدهون؟ التوابل معانا هنا السبع بهارات، وحبهان. الحاجات دي اساسية للحمة المفرومة، بتدي نكهة حلوة جدا. وجوز الطيب، وملح، وفلفل اسمر. عايزة اقول لكم ريحتها جميلة. ودلوقتي هضيف البصل، لو كبيرة هتبقى واحدة، لو صغيرين هناخد 2. هنا بقى زي ما انتوا شايفين انا بقلب البصل مع اللحمة المفرومة، وهي كده خلاص بقت جاهزة معايا. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك وكومنت حلو زيكم. يلا بينا نكمل باقي الطريقة. هنا البطاطس بعد ما هرستها هبتدي اضيف عليها الزبدة، وهضيف كمان الجبنة الكريمي، وطبعا هضيف ملح، وفلفل اسمر، وشوية لبن. الناس اللي بتتفرج على الفيديو قولولي الأكلة دي عندكم اسمها ايه وبتعملوها ازاي. دلوقتي بقى في تركاية هعملها في صينية البطاطس. ايه هي؟ هجيب بقسماط مطحون وهضيفه في الصينية. بتدي طعم حلو جدا لصينية البطاطس. بعد كده بضيف البطاطس، بفردها على البقسماط. زي ما انتوا شايفين انا هنا ببتدي ان انا بظبط صينية البطاطس
بسويها يعني. تمام. شايفين الجمال؟ بعد كده هضيف عليها الجبنة الموتزاريلا. وبعد ما ضفت الجبنة هنزل باللحمة المفرومة. شايفين الجمال؟ شكلها روعة وطعمها يعني فوق الخيال. يا سلام، حطوا اللايك، كومنت حلو لصينية البطاطس دي. دايما بحاول اعمل لكم حاجات كده خفيفة وسهلة. وبعد ما ضفنا اللحمة المفرومة هضيف البطاطس. شايفين البطاطس كريمي جدا ازاي؟ لازم تجربوا البطاطس البوريه باللحمة المفرومة. هنا بقى الطبقة التانية من البطاطس وانا بفردها. بحب ان انا يعني اظبط صينية البطاطس تبقى سوا واحد. اي نعم احنا اللي هناكلها، بس بحب يبقى شكلها كده شيك ومتساوية. معلش هتعملوا ايه بقى، شيف ودماغها عالية. بعد كده هضيف الجبنة الموتزاريلا. عايزة اقول لكم الجبنة الموتزاريلا دي بتخلي البطاطس في حتة تانية. يا سلام، ايه الجمال ده، رهيبة. شايفين؟ يلا بينا عشان ندخلها الفرن. هنا البطاطس بعد ما خرجت من الفرن طبعا بتبقى على درجة حرارة 180، وهي ما بتاخدش وقت لان كل حاجة فيها مستوية. وهنا البطاطس بعد ما خلصتها شايفين في منتهى الجمال. شايفين اللون بتاعها وكمان ريحتها فظيعة. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وتقولولي انتوا بتشاهدوني من انهي بلد، والبطاطس عندكم اسمها ايه، وايه رأيكم في الطريقة بتاعت النهاردة. ما تنسوش لايك واشتراك لو اول مرة تشوفوا القناة. باي باي.